طيب عندك ده نفس الفهم الاسود ده من ارضي يوصل مع الارضي. قبل ما اخد هنا مع النار بتاكد انه مضبوط على الفولت. هنا بشيله من وضع الامبير بخطه في وضع الفولت. هنا دي لازم يكون 20 دي اقل دي بالملي. ام دي اختصار لملي 200 ملي 2000 ملي هو لازم يكون 20 فولت عادي. لأن البطارية معروف 12 فولت لازم احط اعلى من قيمتها عشان تديني النتيجة. فشايف 12.83 معناها البطارية حاليا مشحونة 100%. اول ما اجي اعمل ستارت وده مركب لاحظوا لما السحب تكون بتاع اقل من 12 ولا اكثر بيكون معناته البطاريه شنو؟ البطارية لما تكون 11 بونات معناها الخلايا بتاعتها بادية تفقد الكهرباء ما بتحتفظ بالكهرباء. عشان كده بقول لك دائما البطارية وانت تفحصها بعد فترة بتاعت راحة طويلة يعني فاتت 4 ساعات العربية واقفة 6 ساعات ده بيديك النتيجة الحقيقية للبطارية. يعني انا هسه جاي من مشوار وقفت جيت افحصها ممكن ما تديك النتيجة. ممكن ما تديك النتيجه لأن الدنيا بتكون شحن. يكون فانت مغذي عايز لسه. تعرفها لازم تكون باردة. تفتك شويه تشوف خلايا بتحفظ ولا لا. وكان اكثر من كده؟ كان اكتر من كده معناها في مشكلة فيها ذات. الخلايا دي ممكن تكون الكهرباء بتحفظها تكون مثلا مدة كهرباء زايدة على طول ففي مشكلة في الخلايا الداخلية أو الخلايا فاقدة كهرباء ما قادرة تحفظ تديك ما بتحصل كثير الزيادة طبعا. الزيادة اللي ما قاعد تحصل ما قاعد تحصل يعني المقيسة واردة كثير لكن الزيادة ما اللي ما قاعد تحصل. فلما تيجي تعمل عملية بتاعت فحص الستارتر لاحظ القيمة دي الكمية بتاعت الكهرباء بسحبها الستارتر مع النقرة ما المفروض تكون أقل من 9.8 يعني بقت 8 9.2 9.3 معناها ستارتر ده صاحب كهرباء أكتر من اللازم معناها في خلل راجع. لاحظوا الحاجة مع بداية التدوير لاحظوا القيمة دي 12.81 دي رجع الإحداث من 11 حاليا معناها السبب بتاعتها بعد ذاك شوفوا القيمة ما رجعت ل 12 الكهرباء بقت جاية كهرباء زيادة على الشحن بعد ذاك انت المفروض مع لود تكون أكثر من كفاية لما يكون فاتح الأنباط شغال مكيف ورافع على RPM تكون القيمة تزيد وتبدأ تعادل لي الخط بتاع الكهرباء. بس إذا بدأ أقيس له مثلا 24 أجيب 24 بالكوارث تمشي 200 ال 12 وال 200 وال 24 انت ممكن من اول تخليه 200 برضه نفس القرار ما بيديك الكسر بيديك بداية بوينت من 10 عندنا في الجهاز ده برضه بيديك نفس الخصائص انا متأكد الحديث تكون فيها الحاجات دي تقدر تعمل اسمه انسل والدين وانت نادك واجب شوية هل الفولتية المترددة بقدر ابحث بيها الفولتية ثابتة؟ النور الناضج لكن واحدة من الحاجات المهمة في الجهاز تقدر تدخل فيها الأشياء محصل لاحظ الجهاز ده هنا الفولتية ثابتة دي مترددة دي مقاومة دي تغير لو جيت وقفت في المترددة دي هبشبها حتة بتاعت نار شايف الصوت مع الويب الطالع ده يوريك انه حتة فيها كهرباء فيها موج ده ممكن ابحث بيها حساس هاي دي ممكن تديك شكل يوريك انه جاي كهرباء. بجي بقيس في الفولت اول ما احطه في الحتة اللي فيها نار ينور معاك احمر ويديك القيمة دي معناها الحتة دي فيها نار جيت خطيت في الحتة فيها ارضي اداني باللون الاخضر وراني فيها ارض 0 فولت عرفتها؟ بعدين في خاصية ثانية سمحة اللي هي لو ضغطت السهم اللي فوق يديك نار في الحتة دي يخرج نار يعني يخرج نار نفس القيمة جاية البطارية 14 شوية وتخرجها لو قفلت حسي ودخلتها تلقى عملت كم؟ 13 بعد شوية تاني نازلة لحد 12.8 دي شوية هتلقى عملت 12 شايف 13 13
ماشي تنقص. هلا يعني عانك بيحتفظ نفس بيها كده الكهرباء بنفس قيمتها. شايف تكون بنفس القيمة هنا، مم. او تضغط تحت بيديك ارضي. الحاجة دي بتفيدك في شغل، لو جاي مثلا تشتغل لك حتة ناقصك ناري او ارضي ده بكمل لك الحاجة. أوكي. تقدر تشوف دايرتك مثلا شغال لك في قزاز بتاع باب، جاي اشوف الموتور بتاعه شغال ولا ما شغال، الخط بتاع النار مقطوع، بقوم بدي مباشرة النار بدل اجيب لي سلك اوصل الجهاز ده شايله معاه قد يختصر النار لك، أيوة. بديها. بيخرج في لك نفس نار الوقت. هاي. ايوه حتى الجزء اللي معاه الثابت بجاي ده شايل ارض على طول. لو جاي تعرف تاخد الجهاز ده فيه فيول. موريك طوال ينور. انه ارضي. فدي واحدة من الحاجات المهمة اللي بوريك بدون ما تطلع الدياجرام، بوريك الضفيرة بتاعتك، الحتة اللي فيها نار وين والحتة اللي فيها أرض وين، تقدر تفحص بالجهاز. ده واحد من الأجهزة يعني سمحة جدا بشغلنا بتاع الكهرباء. اسمه شو الجهاز؟ ده اسمه بي 100 سيركت برو أنسل، شركة أنسل. يا أنسل يا أوتل، كان الناس تصوروا بعدين مش ما غالي سعره كويس. متوفر يعني. والله هنا ما ظنيت في الأوتل، أوتل هنا متوفر، في ناس عندهم ممكن نوصل. أوتل غالي شوية 120 125 تلاقي 68 65 رينج. لكن سمح جدا، بعدين شايف الليد ده ممكن تشتغل بيه وتفحص بيه الضفيرة الداخلية، تفحص بيه الفيوزات الداخلية بدون ما تحتاج انك تكون شايل. ده كل الحاجات المهمة يا اخواننا في شغلتنا بتاعت زي الأجهزة بتاعت الفحص هنا متوفرة وين بالضبط؟ الأجهزة بتاعت الفحص في اثنين عندهم، في المثلث في المنطقة الصناعية، وفي زول في السوق العربي قاعد يجيب أجهزة ممكن نوري للناس على حسب بعد ذاك الجهاز داير شنو، داير اوتيل داير لانش داير كده على حسب بعد ذاك. طيب خبرتك كده احسن، في واحد احسن من الثاني؟ والله على حسب انت بدك تشتغل شنو، يعني في أجهزة متخصصة في الكوري، في أجهزة في الألماني، في أجهزة في كده، لكن داير جهاز جنرال شامل اللانش. اللانش لكن بعد تجيب الباد 2 الباد 1 البرو 341 متقسم بس. ايوه على حسب بعد ذاك. في الاوتيل برضه كويس، اوتيل 908 برضه كويس جدا، دول بتشتغل مفاتيح وبرمجه اكتر، الاوتيل سمح جدا. اوتيل لاحظ بس عندك حاجه نلحظها لك. بكره لو في زول عنده جهاز ممكن يجوا معه، في عربيه فيها مشكله برضه ممكن تجيبوها، برمجه مفتاح اي حاجه ممكن